هل فعلا الكاتب اتنبأ المستقبل والزمن اللي احنا عايشين فيه؟ بتدور أحداث الكتاب للمستقبل في وقت لما الأغنياء والمستثمرين قرروا إن هم هيسيبوا العاصمة القديمة ويروحوا العاصمة الجديدة، وقرروا إن هم هيبنوا سور كبير ما بينهم وبين الناس ديت، والسور ده هيبقى عليه حراسة مشددة عشان يمنعوا الفقراء من إن هم يخشوا، والأهم يمنعوا نفسهم إن هم يشوفوا عيشة الفقراء عشان ضميرهم ما يتجرحش. تمر السنين عليهم وبينسوا العاصمة القديمة خالص، لدرجة إن هي بتبقى أساطير وحكايات بيحكوها للأطفال عشان يخوفوهم. أما الناس في العاصمة القديمة فحياتهم بقت وحشة جدا، أسوأ من عيشة الحيوانات. بقوا كل اللي بيفكروا فيه ياكلوا ويشربوا ويتجوزوا ويجيبوا حاجات تعدل مزاجهم وتنسيهم عيشة الفقر اللي عايشينها. وطبعا مفيش تعليم ولا طب ولا اهتمام بأي حاجة، ده حتى اللي بيوصل لسن الشيخوخة بيتباركوا بيه، لأن هي حاجة نادرة تحصل من كتر الأمراض والحاجات اللي هم بياكلوها اللي أصلا ما نعرفش مصدرها. في يوم بيقرر شوية أغنياء إن هم هيروحوا لرحلة للعاصمة القديمة، يهربوا من الحراسة اللي عليهم ويروحوا هناك، وهم يقضوا لهم مغامرة جديدة، يشوفوا الناس دي عاملة ازاي. المهم إن هم زهقانين وعايزين يغيروا جو. ولكن تفتكروا الناس دي هل هتصحى ضميرهم لما يشوفوا الناس الفقراء دي عايشين ازاي؟ ولا هتكون مغامرة جديدة يضحكوا فيها عن إنجازاتهم في العاصمة الجديدة ويفتخروا إن هم اتولدوا أغنياء؟ طبعا كل ده هتلاقوه في كتاب يوتوبيا للكاتب دكتور أحمد خالد توفيق. مش هتندم أبدا إن انت قريت الكتاب ده.